ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل البقسماط الكريسبي او الكرانشي، وهنعمل كمان البقسماط الناعم من نص كيلو دقيق بس. عندنا نص كيلو دقيق جميع الاغراض، عندنا معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، وعندنا نص معلقة صودا الخبز، وعندنا ربع كوباية زيت. هنعجنهم كويس بمية لحد ما العجينة تلم معانا بالشكل ده. هندي بقى مسحة زيت كده ونحط العجينة وهنغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة. نرجع نلمها بالشكل ده عشان تنعم معانا وتبقى جميلة، ونسيبها نص ساعة ونغطيها ونسيبها نص ساعة كمان. كده بقت جاهزة بقى معانا. هنفردها على شكل مستطيل ونلفها كده، بقت شكل الرغيف معايا. هجيب بقى قالب انجليش كيك وهنحط فيه، هندهنه بالزبدة ونحط فيه الرغيف بتاعنا. هنغطيه يخمر معانا ويتضاعف حجمه، وندخله على فرن درجة حرارة 200، وهيبقى جاهز معانا بالشكل ده. هنسيبه بقى يبرد ونحطه في كيس لحد تاني يوم عشان يتقطع معانا سهل. نبتدي بقى نقطعه طرنشات كده زي ما احنا شايفين. بصوا بيتقطع سهل ازاي، علشان احنا سيبناه بعد ما برد شلناه في كيس لتاني يوم، فابتدى يتقطع معايا بكل سهولة. هناخد بقى قوالب الشرايح اللي احنا قطعناها كده، هنحاول نشيل منها الاجزاء البني وناخد القلب بس. هنقطعه بقى مكعبات كده. نفس الحكاية بكررها لحد ما اخلص قالب التوست بتاعي كله. دلوقتي بقى عندنا دي الحتت اللي احنا طلعناها من التوست، هناخدها نحمصها. وعندنا بقى القلب التوست هنبتدي بقى نفرمه كده وهو طري، وهنحطه على صاج نفرده كده بالشكل ده، ونكمل لحد ما نخلص كل قلب التوست اللي عندنا. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ اهو بالظبط كده. هنحطه بقى كده، خلصنا كل الكمية اللي عندنا. هنسيبها بقى لمدة يومين لحد ما تنشف معايا في الجو العادي. بصوا بقى نشفت ازاي. هبتدي بقى ادخلها على فرن درجة حرارة يعني 100، درجة حرارة ضعيفة جدا لحد ما تاخد لون اصفر فاتح قوي. وعندي بقى دي الحروف اللي احنا قطعناها بعد ما حمصناها، هنطحنها وتطلع لنا البقسماط الناعم. اللي لسه ما اشتركش في القناة مستني ايه؟ بسرعة اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان لسه في وصفات كتير. اهو بقى جاهز معانا. كده بقى عندنا البقسماط نوعين بقسماط، ادي الكريسبي او الكرانشي او الكريسبي الياباني زي ما بتسموه، وادي البقسماط الناعم. ان شاء الله جربوه، ان شاء الله يعجبكم. ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.